هنشيل بلدنا على كتافنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. مصر يا راكب السفينة. عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من حلقات أحوال بلد. طبعا احنا النهارده بنستضيف شخصية من الشخصيات الباحثة في مجال السرطان. اتفضل بس تعرف بيك. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور مخلوف باحث في علاج السرطان. انا خريج قسم كيمياء خاصه جامعه اسكندريه، ودكتوراه في الكيمياء الخاصه، ودكتوراه خاصه بعلاج سرطان الكبد بالتحديد يعني. فالحمد لله الفكره بدات عندي عام 2000 بعد وفاه اختي سنه 96 من المرض. فكرت ان مفيش علاج، كان علاج كيماوي على استحياء، خاصه العلاج الكيماوي. كنت تسالني يعني ايه هي نتائجه؟ لا شك ان في نتائج بس على استحياء عشان نكون في صدق يعني. وخاصه العلاج الكيماوي الكل عارف ان له سايد افكت، اثار جانبيه على جهاز المناعه وعلى الخلايا السليمه، فلا بد البحث العلمي يكون شغال عشان نشوف علاجات اخرى تكون اقوى من العلاج الكيماوي، ويكون على الاقل ان لم يكن بدون اثار جانبيه يكون اثار جانبيه يعني ضعيفه غير مؤثره على جهاز المناعه والخلايا السليمه. فعلاجنا الحمد لله باختصار فكره بنيت على ان الخلايا السرطانيه خلايا لا هوائيه، انيروبيك لا هوائيه، تعيش في نقص. السرطان معروف انه بيعيش في نقص الاكسجين وزياده الحمضيه. فاحنا باختصار بنزود مستويات الاكسجين في الخلايا وبنزود مستويات القلويه، وبالتالي بنحول الوسط من وسط مناسب لانتشار ونمو الخلايا السرطانيه الى وسط غير مناسب لنمو الخلايا السرطانيه. رفع مستويات الاكسجين في الخلايا السرطانيه بيؤدي لحاجتين، انه بيدمر الخلايا السرطانيه وبيدي سبورت تدعيم لجهاز المناعه، وبيرفع القلويه. الخلايا السرطانيه بتعيش في الوسط الحامضي، فلما نغير وسط من حامضي القلوي ورفع مستويات الاكسجين كده الخلايا السرطانيه ليس لها يعني بد زي ما بيقولوا الا انها يحصل لها ديستروينج يعني تدمر الخلايا السرطانيه. والابحاث اللي تمت بقى على مدار اكثر من 20 عام على الحيوانات في المركز القومي للبحوث والمركز القومي بالقاهره وجامعه اسكندريه وجامعه الازهر وفي الجامعه الامريكيه ببيروت، والتنسيق مع الاف دي الامريكيه، الحمايه الاوروبيه، مراكز الابحاث والاختراعات في المانيا، جهات عالميه كبيره الحمد لله تم التنسيق منها. وتم نشر ابحاثنا في المركز الدولي لحمايه الحكم الفكريه الويب بجنينة بسروكا، وفي الجورنال الدولي لابحاث العلوم الطبيعيه. والحمد لله ابحاثنا على الارض اصبحت ريفرنس على مستوى العالم علاج السرطان بالاكسجين. النتائج على مستوى الحيوانات ممتازه جدا، خاصه في المرحله ستيج 1 وستيج 2. ده سؤال دايما بيتسال. النتائج معروف ان في 4 مراحل للسرطان، اللي هو ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 ستيج 4، يعني 4 مراحل. طبعا 1 و2 النتائج بتبقى اقوى. ليه؟ لسه تكون السرطان برايمري في المرحله البدائيه. المرحله 3 و4 3 و4 دي ليت ستيج، مرحله متاخره، لكن النتائج فيها مرضيه. في الحالات المتاخره نتائج فوق ال 50% نتائج. المرحله الاولى والثانيه فوق ال 90% نتائج ايجابيه بفضل الله. وككونكلوجن ككل العلاج بفضل الله فعال وبدون اثار جانبيه. طيب سؤال لحضرتك، اتفضل. دلوقتي هل في امكانيه للوقايه من مرض السرطان ولا هو بيجي وخلاص؟ هو لا مش بيجي، لا طبعا في وقايه. المعروف ان في مسببات للسرطان: التلوث العام، زياده نسبه اول اكسيد الكربون في الهواء الجوي الناتج عن عوادم السيارات، عن المداخل المعروفه اللي موجوده في الهواء الجوي بتاعت المطاعم والمخابز. ده دي موجود. حياه الناس لها اثار جانبيه لانها في اخراجات لاول اكسيد الكربون. هل في اغذيه معينه بتسبب السرطان ولا اللي احنا بنسمعه ده كلام مش هو لا، في اغذيه في عدم اتباع نظام غذائي سليم ممكن يساعد في انتشار السرطان. بمعنى ان الانسان ما تكتر المواد الحافظه مثلا، اللي فيها مواد حافظه، معروف المواد الحافظه من مسببات السرطان. تمام. الاستنشاق، ان الانسان التدخين، اول اكسيد الكربون، عوادم السيارات والمصانع والمداخل الموجوده في كل الحاجات، المطاعم وغيره والحاجات المشويات فيها دي عوادم ابخره وبخار في اول اكسيد الكربون، بيأثر على انه بيقلل نسبه الاكسجين في الهواء الجوي، وبالتالي الانسان بدل ما يستنشق اكسجين بياخد ايه؟ اول اكسيد الكربون اللي هو بيمنع دخول الاكسجين، وبالتالي بيقل حاجه اسمها الميتابوليزم، التمثيل الغذائي في الخليه، اللي بيدي بنيان الخليه. في كل اعضاء جسم الانسان بتتكون من انسجه، النسيج بيتكون من خلايا، الخليه روحها في الاكسجين بيعمل تمثيل غذائي. يعني غذاء الخليه اللي بيحرقه وبيخلي الخليه تستفاد منه هو الاكسجين. لما بيقل غذاء الخليه، وبالتالي الخليه بتبقى عرضه لسبب ايه؟ السرطان. طب هل في امكانيه دلوقتي الوضع الحالي العلاج في الوقت الحالي ما هو الا قائم على العلاج الكيماوي؟
هل في العام العلاج العام اكثر علاج منشور على مستوى العالم. بالظبط كده. طبعاً. هل في امكانيه في المستقبل، طبعا انا ما اظنش دلوقتي ان ممكن يضمحل او يقل العلاج الكيماوي؟ ممكن ده يكون في حتى بديل. في تنسيق بيني وبين معهد السرطان الامريكي، معهد القومي للسرطان في امريكا في نيويورك. كل الشغل دلوقتي على الاميونيتي. يعني ايه اميونيتي؟ يعني تدعيم جهاز المناعه. جهاز المناعه القوي بيدمر الخلايا السرطانيه طبيعيا اللي ربنا خلقه. لو حصل هبوط في فعاليه جهاز المناعه بيتمكن السرطان من الانسان. اي حد، اي شخص على وجه الارض بيصاب بخلايا سرطانيه، بس بنسب معقوله. جهاز المناعه ربنا عامله طبيعي انه يلتهم هذه الخلايا السرطانيه دون ان الانسان يكون مصاب بالسرطان. لما يضعف جهاز المناعه كفاءته تقل تتمكن الخلايا السرطانيه وبيصاب بالسرطان. فالشغل العالمي كله في الابحاث، وانا في ابحاث دلوقتي بعملها بالتنسيق مع السرطان الامريكي، ان تعمل سبورت لجهاز المناعه، يعني تقوي جهاز المناعه بحيث جهاز المناعه لما يكون قوي حاضر بيعمل التهام وتدمير خلايا السرطان طبيعيا ما بمكنهاش من جسم الانسان. ده الابحاث اللي حضرتك بتتكلم عليها، ان تبقى تعمل بريفنتيشن، وقايه. الوقايه خير من العلاج. واحنا ان شاء الله عندنا منتج بيترخص عالميا ومحليا قريب هيطرح في السوق رسمي ترخيص انه بيعمل تقويه لجهاز المناعه عشان يحمي الانسان من الاصابه بالسرطان. طبعا ودي بشرى على المستوى المحلي والعالمي للشعب المصري والشعوب العربيه وشعوب العالم كله باذن الله. طبعا في نهايه حلقتنا بتقدم بخالص الشكر للدكتور مخلوف الباحث في مجال السرطان وخاصه في سرطان الكبد. اشكر حضرتك، وان شاء الله في حلقه جديده بحلقه احوال بلدنا نستقبل يعني نسجل مع حضرتك في هذا المجال. انا شاكر حضرتك وشرف لنا التسجيل معاكم، وان شاء الله موفقين وعلى خير. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بخير.